لو بتحب افلام الرعب يبقى اتفرج على الفيلم ده لانه هيعجبك. بيبدأ الفيلم داخل كنيسة مهجورة في المكسيك، بيكون هناك في اتنين بيكونوا بيدوروا على اي معادن عشان يبيعوها، وبيلاقي واحد فيهم رمح قديم مدفون في صندوق تحت الارض، واول ما بيلاقي الرمح بيتسحر وبياخده وبيمشي وما بيردش على صاحبه لما بيكلمه، وبتيجي عربية وبتخبطه. بعدها بيظهر على ايده علامة الشيطان، بس المفاجأة انه بيقوم تاني وبيكمل طريقه. بعدها بتظهر واحدة في أمريكا وهي بتدخل أوضة بنتها وبتتفاجئ بيها ماشية في السقف. بعدها بيظهر جون اللي بيستدعيه صديقه القس بعد ما فشل إنه يستخرج الجن من البنت، وبيدخل جون عن البنت الملبوسة وبيقفل الستارة وبيحاول يعرف نوع الروح اللي لابساها لحد ما بيلاقي رمز معين هو اللي بيأثر عليها، وبيحط جون الرمز ده على دماغ البنت لحد ما بتتحرق. بس بعدها بيتفاجئ ان الروح موجودة وما بتتحرقش، وان ده شيطان وبيحاول يدخل لعالم البشر. بعدها بيجيب جون مراية كبيرة وبيحط المراية مكان الشباك بعد ما بيكسره، وبيطلب من كل الموجودين انهم يغمضوا عينيهم ومحدش يفتحها مهما حصل. وبيبدأ جون يقرأ تعويذاته على البنت، وفي الوقت ده واحد بيفتح عينيه وشعره بيبيض في ساعتها من هول اللي بيحصل، وبيقدر جون انه يتملك نفسه ويقدر انه يحبس الشيطان جوه المراية. بعدها بيزق المراية من الشباك اللي بتقع وبتتكسر وبيموت معها الشيطان، وبتسترد البنت بعدها طبيعتها. وقبل ما بيخرج جون من أوضة البنت بيشوف رسمة للرمح رسمتها البنت وهي ملبوسة، وبياخد الرسمة معاه وبيمشي. بعدها بتاخدنا أحداث الفيلم في كنيسة تانية، وبيكون هناك موجود أنجلي اللي بتشتغل شرطية، وبتكون بتعترف للقس إنها حاسة إن عندها لعنة لأنها دايما بتعرف أماكن المجرمين وبتبقى عارفة إزاي هتموتهم زي اللي قتلته النهاردة، وإن ده شيء غريب ما بيحصلش مع باقي الشرطيين. وبيطلب منها القس إنها ما تخليش الشعور بالذنب يسيطر عليها. بعدها بتحلم أنجلي بأختها التوأم روزيتا، بتطلع على سطح المستشفى الموجودة فيها وبتنتحر. بعدها بتروح أنجلي للمستشفى تشوف أختها، وبتلاقي إن الحلم اللي حلمته اتحقق وفعلا أختها انتحرت. لكن أنجلي بتكون عارفة إن الموضوع في شيء مش طبيعي وإن أختها ما انتحرتش، بس الشرطة بتأكد لها إنها انتحرت والكاميرات مسجلة ده. بعدها بتروح أنجلي لجون بيته علشان تتكلم معاه، وبتحكي له على قصة أختها وإنها كانت مريضة نفسية وانتحرت في المستشفى، وإنها قبل ما تموت اتكلمت عن الشياطين، وإنها حاسة إن في سبب ورا موت أختها محدش يعرفه. وبيقول لها جون إن ده مجرد تخمين وإنها مريضة نفسية وعادي ممكن تكون انتحرت. ولما بتمشي أنجلي من عند جون بيلاحظ إن وراها شياطين بتطاردها، فبيخرج جون وراها بسرعة وبيضلم الشارع والنور كله بينطفي، وبيقدر جون إن يحرق الشياطين وبينور الشارع تاني. وبيقول جون لأنجلي إن وراها شياطين بتطاردها وإنها طرف في الأحداث اللي بتحصل. بعدها بيروح جون عند أنجلي البيت، وبيقدر إن يدخل لعالم الجن والشياطين عن طريق القطة بتاعة أنجلي، وبيسمع اسم قسطنطين بتنادي عليه الشياطين، وبيدور هناك على أخت أنجلي اللي انتحرت، وبتبقى عارفة الشياطين بوجوده. وبيشوف جون انتحار روزيتا أخت أنجلي من تاني. بعدها بيحكي جون لأنجلي إنه وهو صغير كان بيقدر يشوف حاجات محدش بيقدر يشوفها غيره، وإنه دخل مستشفى أمراض نفسية وحالته ساءت. وبيقول لها لما الإنسان بيدخل العالم التاني الوقت بيقف، وإن عالم الجن والشياطين حقيقة، وإن الشجاعة ممكن تخلي الإنسان يعمل حاجات كتير. تعرف أنجلي بموت القس وبتروح على هناك ومعها جون، وبيلاحظ جون وجود علامة على إيد القس، وبيكلم جون صديقه وبيسأله عن معنى العلامة اللي بيبحث صديقه عنها، وبيقول له بعدها إنها علامة ابن الشيطان، وإنه اتمرد على أبوه إبليس وقرر إنه يعمل مملكة ليه في عالم البشر، بس علشان يدخل عالم البشر لازم يكون عن طريق وسيط. وهنا بيعرف جون إن روزيتا أخت أنجلي كانت هي الوسيط علشان كده انتحرت. بعدها بيتصاب صديق جون بلعنة الشيطان وبيموت، وبتطلب أنجلي من جون إنها تدخل للعالم التاني عالم الجن والشياطين، وبيساعدها جون وفعلا بتدخل لهناك. بعدها لما بترجع بتقوله إنها لقت واحد مع أختها وكان معاه في إيده شيء معدن،
وبيعرف جون ان الشيطان بولزارا هو السبب، وبيروح لمكانه ومع انجلي بيسيبها بره، وبيهجم عليه جون وبيسألهم ازاي الشياطين عايزة تدخل عالم البشر، فبيرفض انه يتكلم لحد ما انجلي بتدخل وبيقول الشيطان لجون ان كده مهمته انتهت. بعدها بيقول جون لانجلي ان الشيطان كل اللي ناقصه وسيط قوي. بعدها بتتسحب انجلي، ما بيقدرش جون انه ينقذها، وبيروح جون لميد نايت وبيحكي له اللي حصل، وبيطلب منه انه يستخدم الكرسي الخاص بالاعدام واللي ماتت عليه ناس كتير وعبرت الارواح من خلاله. ولما بينتقل جون لهناك بيشوف الراجل اللي خرج الرمح وبيعرف انهم بيحضروا جيش. بعدها بيروحوا للمستشفى، بيكون عندهم خطة وانهم يملوا خزانات المية بالمياه المقدسة ويحطوا صليب في المية. بعدها بيحرق جون باقي الشياطين بالمياه المقدسة، وبتكون انجلي موجودة في العالم الاخر وبيلبسها قسطنطين وبتهاجم جون، وبياخدها جون وصديقه وبيقروا عليها التعويذة لحد ما بترجع تاني. بعدها بيتخبط صديق جون في السقف وبيقع وبيموت، وقبل ما يكمل جون التعويذة بتجيله روزيتا وبيعرف جون انها السبب في كل اللي بيحصل، وبيقرر جون انه ينتحر. وبيجيله ابو قسطنطين وبيحكي له جون عن خطة ابنه مع روزيتا وبيروح علشان يتأكد. بعدها ابو قسطنطين بيتأكد بنفسه، بيرجع قسطنطين ابنه لمكانه. بعدها بيرجع لجون وبيسأله عن طلبه، وبيطلب منه جون ان اخت انجلي ترجع تاني. بعدها بيفوق جون وبترجع انجلي سليمة، وبيديها جون الرمح وبيطلب منها انها تخفيه في مكان محدش يعرفه، وبيرجع كل شيء لطبيعته. ولحد هنا بينتهي الفيلم. متنساش اللايك وانك تشترك في القناة.